هعمل معاكم النهاردة يا بنات احلى تتبيلة سمك دينيس، اللي هو هنا في ايطاليا اسمه وراتا. تمام. هنا في الكبة معايا كمون وملح وثوم. ما جاتش معايا في اللي انا اوريها لكم قبل ما اضربه، بس هو كلنا طبعا عارفين سمك يعني كمون. عملت التتبيله ديت، هحطها دلوقتي في البلاستيكه، وهضرب في الكبة شبت وكزبره. تمام، كزبره خضراء وشبت هنضربهم مع بعض. نحط التتبيله دي كلها مع بعض كده في البلاستيكه، وناخد منها بقى ايه للسمك وللجمبري وللرز. تمام. اكله سهله وسريعه وهتعجبنا كلنا، وطبعا كلنا بنعشق اكله السمك يعني. بس انا كان معايا القراطه هنا، كنت غسلته وقسمته نصين عشان كان السمك شويه كبير. تمام. وهنا بقى بتبله، بحط في بطنه التتبيله بتاعته. كده خلاص، كنت تبلته وخدت حبه من التتبيله وعصرت عليهم ليمون واحطهم فوق السمك. بس عصرنا ليمون فيها كده زي ما انتم شايفين، ونحطها فوق السمك. تبداي بقى تعملي مساج للسمك زي ما انت شايفه كده، تخليه يلمس كل التتبيله من فوق ومن تحت ومن جميع النواحي. تقلبيه بقى تحت وفوق وفوق وتحته زي ما انت شايفه. جربيه يا بنات بالشبت والكزبره، بيبقى طعمه تحفه جدا مع الثوم والكمون، بيبقى طعمه جميل جدا. وساعه ما تقليه تنزلي منه التتبيله دي من فوق عشان ما يحرقش الزيت. خلاص، خدنا بقى حبه من التتبيله برده، وحطيت معاهم شويه صلصه عشان زي ما انا قلت كده معيش كانش عندي فلفل اخضر، ولا كان عندي، لا فلفل اخضر انا في الاخر لقيت، ما كانش عندي طماطم علشان اعمل بيها الجمبري، فعملت بالثوم والشبت والكزبره، وحطيت شويه صلصه طماطم، حتى ما حطيتش عليه بصل. رحت منزلاه على الجمبري عشان كنت عايزه اخد منه شوربه طعمها حلو. تمام. بس نزود شويه ميه دلوقتي في البلاستيكه دي وهننزل فوقيه. طريقه سهله وسريعه وهتعجبكم كلكم. لايك وشير بقى يا بنات عشان يوصلكم كل جديد. هنزل لكم فيديو الاكل بدري عشان انا بنزله متاخر، ما فيش حد فيكم بيتفاعل معاه. دخلوا اصحابكم يا بنات واعملوا لايكات عشان الصفحه تكبر بيكم ان شاء الله. وحطيت شويه زيت زيتون. تمام. هنقلبوه بقى ونسيبوه على النار وهو هينزل شوربته لوحده، وفي الاخر هتشوفوا الشوربه بتاعته ما شاء الله دسمه ازاي. قلبوه كده زي ما انتم شايفين. نغطي بقى غطا الحله ونوطي عليه النار ونسيبوه بقى ايه يتظبط مع نفسه. على النار التانية عشان النار دي انا هستخدمها هعمل فيها الرز. لقيت فلفل اخضر بقى في الوقت دوت، لقيت فلفل اخضر عشان كنت في الاول مش لاقيه. لقيت فلفل اخضر في التلاجة وخدت واحد احمر وواحد اخضر وخرطته فوق الجمبري. بس ما لقيتش طماطم طبعا، بس مش مشكله يعني، قضينا الغرض وخدنا عصير طماطم وحطيناه وطعمه تحفه يعني، ادانا نفس الاحمرار اللي احنا كنا عايزينه في الاول اوريدي يعني. قلنا بقى ناكل سمك قبل العيد عشان احنا بعد بقى ايه شويه كده هناكل كلنا لحمه وهنتنفخ منها. وبعد ما ناكل بقى اللحمه نبدا بقى يا بنات نعمل الرجيم بقى، عشان ايه خلاص كده الصيف جاي علينا واخترنا ما شاء الله يعني ايه شويه منفوخين يعني. هنا فرمت البصل في الكبه دي اللي كنت جايباها من عند اكشن. تحفه يا بنات والله يعني. بصوا بتعسفني في حاجات كتيره جدا يعني، بتخليني اخلص بسرعه بسرعه اكتر من التانية تبقى شويه كبيره برضو بتضايق ان انا اقعد اوسخ فيها وابهدل فيها على الفاضي. دي فعلا يعني بسرعه بسرعه كده، وبتفرم كمان اكبر عشان هي صغننه، فبحس ان هي بتفرم الحاجه اكتر من التانية بتبقى ما شاء الله مفلطحه عايزه كميه اكبر، فدي بتفرمي الحاجه زي كانك انت دقاها في الهون يعني. مثلا نحمر بقى البصل. كل سنه طيبين يا بنات، يوم ان شاء الله الخميس يوم، كل سنه طيبين، يعاد عليكم بالخير يا رب. نحط الزيت
هنا حمرنا اهو البصل. هنزل بقى بحته الدقه الاخيره دي اللي احنا كنا دقيناها، اللي هو الشبت والكزبره والثوم والكمون. هنديها تحميره بسيطه جدا مع البصلايه، وننزل على طول بالرز عشان ما الثوم ما يتحرقش ويبقى طعمه وحش في الرز، يبقى ممرر. تمام. بس هنقلبه، نزود الميه بتاعته. تمام. انا بعمل بالويم يا بنات، الرز بحطه بالويم، وبحط برضو الميه بالويم، ان انا اوريدي يعني الواحد بقى حسب ما اتعود ان يستخدم الحلال بتاعته، ويبقى عارف مقدار الاكل بتاعه قد ايه. لايك وشير يا بنات بقى عشان نوصل لكم كل جديد، متنسونوش في اللايكات. والبنت عملت تخفيض على السمك، هنزل لكم الفيديو بعد فيديو الاكل ده، هنزل لكم فيديو السمك اللي هو في البنت. البنت على طول بيعمل تخفيضات على السمك يا بنات. نزود الملح بتاعنا. بس بقى خلاص الرز كان اتشرب، هنا بقى بنحمر السمك. الحته الاولانيه ما جاتش وانا بحط السمك في الزيت، ما جاتش، قلت اسوي لكم الحته التانية. كانت الفيديو فصل لوحده، وما كانش عارفه امبارح التليفون ماله، كان ضد التصوير يعني في كل حاجه، قطع لي كتير حاجات من الحاجات اللي انا بعملها يعني، بس انا قدرت اغطي يعني. اهو يعني انا حاطه دقيق، وحاطه معلقتين نشا يا بنات في الدقيق عشان يطلع السمك متحمر ومتقرمش مش طري. بحط دقيق ومعلقتين نشا. تمام. وبعد كده بتبداي تقليه عادي، بيبقى طعمه تحفه جدا. النشا بيخلي السمك شويه طعمه ناشف مش طري، بيبقى مقرمش كده. كان طعمه تحفه ما شاء الله، كنت انا بالله يعني كان فعلا تحفه. بألف هنا وشفا على اللي كانوا. وكان طعمه جميل جدا يعني. السمك ده كان من السوق، ما كانش من البنت. انا المره اللي فاتت اللي كنت شويته كنت من البنت، لكن ده من السوق، سوق الخميس، بس بتاع ميلانو. طعمه حلو بصراحه يا بنات. الراجل ده طعم السمك بتاعه حلو، انا ما اعرفوش، بس جوز صاحبتي هو اللي كان جايبهولي. بس نحمر هنا بقى السمك، نطلعوه بقى كده ايه على مناديل علشان يشرب الزيت. انا بحب اوقفه كده، شايفين بوقفه ازاي؟ علشان يتحمر من الحته اللي تحت اللي انا قصيتها دي. بوقف السمك كده عشان يبقى متحمر من تحت، يعني يبقى مقرمش كده، ما يبقاش الحته اللي هي من تحت اللي مقصوص منها تبقى طريه. انا هنا كنت بخلص شغل على التليفون، شايفين بعمل يعني بعمل اكل وبخلص شغل على التليفون. على ان كلنا على حالنا يا رب، ويراضي كل واحد وكل واحده بتسعى على اكل عيشها. هنا كان السمك بقى بيتحمر زي ما انتم شايفين. لايك وشير الفيديو يا بنات، اتمنى تجربوا الطريقه بتاعتي، وان شاء الله ده اوريكم منظر الجمبري عامل ازاي بعد ما عملناه. كان طعمه تحفه بجد. وكانت الشوربه، هوريكم كمان الشوربه بتاعته عامله ازاي. الشوربه بتاعته كانت دسمه جدا، كانت جميله جدا وطعمها جميل جدا. اتمنى يا بنات تجربوا وصفاتي، واللي يجرب وصفاتي يقول ان احنا جربناها يا بنات. طلع بقى السمك احنا كده، نحط كمان كده عشان تحمر شويه من الناحيه التانية. بس انا كنت طلعت بقى خلاص السمك وايه غرفته، وده الرز وديت شوربه الجمبري، وده السمك يا بنات. شايفين شكله عامل ازاي؟
وده الجمبري بعد ما طلع برضو ما شاء الله كان طعمه تحفه بالتتبيله اللي انا عملتها. لايك وشير الفيديو بنسى يوصلكم كل جديد، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. وكنتم مع هاجر علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.